تدخل أطراف سياسية رئيسية في السودان مرحلة أخرى من العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستفحلة منذ 14 شهرا منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة المدنية السابقة في 25 من أكتوبر تشرين الأول عام 2021، على اعتبار أن التوصيات التي ستتوصل إليها ورش العمل المنبثقة من الاتفاق الإطاري المبدئي الموقع بين العسكر والمدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير ستكون أساس تفاصيل الاتفاق النهائي بين العسكر والمدنيين. وكانت توجهت محاولات إنهاء الأزمة في 5 من ديسمبر كانون الأول الماضي بالتوقيع على اتفاق إطار مبدئي وقع عليه نحو 40 حزبا وجسما نقابيا، إضافة إلى توقيع كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وقاطعته قوى عدة أهمها حركة العدل والمساواة وتحرير السودان اللتان كونتا تحالفا جديدا باسم الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. وأشرك التحالف الجديد معه قوى سياسية مدنية أخرى جميعها تتحفظ على الحوار المنفرد بين العسكر وقوى إعلان الحرية والتغيير. ولم يحسم الاتفاق الإطاري بصورة تفصيلية 5 قضايا مهمة وتركها للاتفاق النهائي، وهي العدالة الانتقالية، الإصلاح العسكري والأمني، السلام، تفكيك نظام 30 من يونيو أي نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقضية شرق السودان المعقدة، وترك أمرها لعقد مؤتمرات وورش عمل ضمن المرحلة النهائية بمشاركة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وآخرين ممن تسميهم أصحاب المصلحة. ويحصل كل ذلك تحت رعاية وإشراف اللجنة الرباعية الولايات المتحدة، الإمارات، السعودية وبريطانيا، والآلية الثلاثية الأممية الإفريقية، بعثة الأمم المتحدة في السودان يونتاميس، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة دول شرق إفريقيا للتنمية إيجاد، التي ذكرت في آخر بياناتها أن نتائج المؤتمرات والورش ستضع خرائط طريق حول كل من القضايا التي سيتم النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي. وبالفعل تم إطلاق العملية النهائية بفعالية افتتاح بحضور المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق السياسي الإطاري وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص وزعماء قبائل ورجال دين ومجموعات شبابية وممثلين للمرأة. وينتظر أن تكون البداية العملية للمرحلة النهائية اليوم الاثنين بعقد أولى الورش، ويناقش المشاركون في الورشة الأولى لمدة 4 أيام خريطة طريق لتجديد عملية تفكيك نظام 30 من يونيو، فيما لم يحدد بعد أي موعد لبقية الورش، لكن المؤمل هو نهايتها جميعا مع نهاية شهر يناير كانون الثاني الحالي، على أن يوقع بعد ذلك اتفاق نهائي يعقبه في مطلع فبراير شباط المقبل تكوين الحكومة المدنية بعيدا عن العسكر. وتعود الأزمة لتاريخ 25 من أكتوبر عام 2021 يوم نفذ قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير عن السلطة تحت ذريعة تصحيح مسار الثورة وبحجة سيطرة 4 من أحزاب التحالف على مقاليد السلطة والتقرير في مصائر البلاد. ووعد البرهان حينها بتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة حتى موعد تنظيم انتخابات عامة، فيما أبقى نفسه رئيسا لمجلس السيادة رغم انتهاء مدته بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019 الموقعة بين المكون العسكري وتحالف الحرية والتغيير. لم يجد الانقلاب أي ترحيب على المستويين الداخلي والخارجي، وواجه عزلة واسعة ولم يتوقف طوال الأشهر الماضية الحراك الثوري المقاوم له، وفيه سقط ما لا يقل عن 122 شهيدا وآلاف الجرحى ومثلهم ممن اعتقلوا ثم أطلق سراحهم في فترات زمنية متفرقة. وحينما شعر الانقلاب وفي أسابيعه الأولى بحجم العزلة لجأ إلى إبرام اتفاق مع حمدوك بعد أسابيع من الانقلاب، فلم يغير ذلك شيئا من موجات الرفض، واضطر حمدوك للاستقالة في مطلع يناير كانون الثاني من العام الماضي لتعيش البلاد منذ ذلك الحين حالة من الفراغ الحكومي وتدهورا معيشيا وأمنيا واحتقانا سياسيا يوميا. في الفترة من يناير عام 2022 وحتى يوليو تموز الماضي فشلت محاولات رعتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، التي تجمعت في مبادرة تحت اسم الآلية الثلاثية في جمع الأطراف حول طاولة واحدة للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة. وفي 4 من يوليو الماضي أعلن البرهان وبشكل مفاجئ عن انسحاب المؤسسة العسكرية من العمل السياسي
وترك القرار للقوى المدنية للاتفاق على وضع دستوري جديد وتشكيل حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية. وهنا تدخلت لجنة رباعية مكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، وأدارت مفاوضات سرية ومباشرة بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. حركت الكثير من المياه الراكدة في وقت بادرت فيه نقابة المحامين السودانيين بإعداد مشروع دستور انتقالي شكل أساسا لتلك المفاوضات التي توجد بالتوقيع على اتفاق إطاري مبدئي. ويقول المتحدث الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم إن المرحلة النهائية واحدة من أهم مراحل العملية السياسية التي تبناها التحالف من بين عدد من الخيارات لإنهاء الانقلاب العسكري واستعادة التحول الديمقراطي المدني في السودان. ويشير إبراهيم إلى أن التوصيات التي ستتوصل إليها الورش ستكون أساس تفاصيل الاتفاق النهائي. كما ويوضح أن المشاركين في الورش هم في الأساس القوى السياسية والتيارات والأجسام النقابية الموقعة على الاتفاق الإطاري، ومعهم أصحاب المصلحة كل في موضوعه. ويقدم إبراهيم مثالا أنه في مؤتمر العدالة الانتقالية ستكون أسر شهداء الثورة بمختلف مراحلها وأسر ضحايا الحرب في دارفور وضحايا البجا 2005 وكجبار وغيرهم جزءا أساسيا منه. كما سيشارك الخبراء والمختصون في الورش كل حسب اختصاصه. وتعود قضية ضحايا البجا إلى قمع نظام البشير في عام 2005 بالقوة لاحتجاجات مطلبية في مدينة بورتو سودان، ما أدى إلى مقتل 22 شخصا. أما كجبار فمنطقة في شمال السودان قمع فيها نظام البشير في عام 2007 تظاهرات سلمية ضد إنشاء أحد السدود على مجرى النيل فسقط 4 ضحايا. أما في موضوع شرق السودان فستوجه بحسب إبراهيم الدعوة إلى زعماء القبائل والمجلس الأعلى لنظارات البجا وأحزاب سياسية، لافتا إلى أن المكون العسكري لن يشارك في أي من الورش باستثناء تلك الخاصة بالإصلاح العسكري والأمني. كما يلفت إلى أن آلية اتخاذ القرار داخل المرحلة النهائية ستحددها اللجان الفنية المكونة للغرض.